مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة يا ربي. رجعت لكم من بعد انقطاعي بسبب الظروف. رجعت لكم بوصفة احتاريت بتسميتها. الوصفة علي والتسمية عليكم. هي تجمع بين الكرواسون والشرك، كشكل كرواسون بس الطعم الشرك. سموها شركاسون. هنا عندي المقادير: كوب ونص من الحليب، خليت عليهم خاشوقة من الخمرة وثلاث خواشيق من الشكر، خليتهم على صفحة لحتى تتفاعل عندي الخمرة. هنا عندي 4 أكواب من الطحين، طحين صفر أي نوع طحين عندكم، خليت عليهم رشة ملح وظرفين من الفانيلا. هنا تفاعلت عندي الخمرة، راح أرجع أخليهم فوق الطحين وأعجن كل زين. هسه من بعد ما عجنت راح أضيف عليهم بيضة واحدة وأرجع أعجن من جديد. ورا ما عجنت راح أخلي عندي هنا 3 خواشيق من الزبدة الذايبة وأرجع أعجن من جديد، وأعجن أعجن 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 لحد ما يصير عندي عجينة ملسة بهالشكل هذا. هسه راح أخليها خليت هنا بالكاسات تقريبا 3 خواشيق من زيت جوز الهند. بصراحة أنا أحب هذا زيت جوز الهند، ريحته كلش طيبة وعضوي وطبيعي. ما اكو شغله ثانيه اقول لكم اياها، استعملها حتى للشعر، ينطي نعومه وكلش حلوه للشعر. تقدرون تستخدموه للاكل وللشعر. هنا عندي اختمرت العجينه ورجعت فردتها على الكاونتر، ورجعت دهنتها بزبده ذايبه، وخليت اي نوع نسترة كاكاو عندكم وارجع الفها بهالشكل هذا، شكل الكرواسون. وراح اخليها تختمر. قبل لا تختمر عندي هنا بيضة، راح أخلي عليها فانيلا سائلة وأدهن الوجه بالبيضة وأخليها تختمر تقريبا من نص ساعة. وش قد ما اختمرت عندكم راح تنطيكم نتيجة أحسن. راح أخليها من بعد ما تختمر بالفرن، فرن حامي على درجة 180. أول مرة تقريبا 10 دقائق من الأسفل. من بعد ما تستوي أشغل الفوق لمدة لما عندي بس تحمير الوجه. هنا هاي بصراحة عندي بقت شوية عجينة، سويتها شرك، خليت فوقها مبروش جوز هند. من بعد ما طلعت رشيت عليها، عايجي تشوفوها مرات بالسوق، هذه المبروش فوقها شرك، طعمها طيب. وهاي هنا عندي النتيجة النهائية، وصدقوني الطعم كلش طيب. قلت لكم هي تجمع بين الكرواسون وبين الشركاسون. وتحياتي لكم، جربوا الطريقة وادعوا لي.